السبب التاني لالتواء الكاحل أو تمزق أربطة الكاحل هو ضعف التحكم في الركبة، حاجة اسمها دايناميك فالجس، وده بيزود الضغط على الكاحل وقت الجري أو الهبوط، زي وانت طالع أو نازل سلالم أو وانت طالع أو نازل من على رصيف. السبب الثالث لالتواء الكاحل أو تمزق أربطة الكاحل هو قلة النشاط البدني، العضلات بتبقى أضعف والاستجابة العصبية بتبقى أبطأ، فسهل إنه يحصل التواء في الكاحل ويحصل تمزق في الأربطة. السبب الرابع لتمزق أربطة الكاحل هو زيادة الوزن، مفيش شك إنه تحميل أعلى على الكاحل وزاوية الالتواء بتبقى أقوى، وأكيد لو حصل التواء الوزن اللي بيقع على الرباط نفسه بيبقى جامد قوي، فبيؤدي إلى تمزق في أربطة الكاحل. السبب الخامس لالتواء الكاحل هو ضعف الإحساس العميق بالمفصل، حاجة اسمها كده proprioception. تخيل كده معايا إنه في مستقبلات حسية موجودة في الأربطة بتاعة مفصل الكاحل، حاجة كده زي الجي بي اس بتعرف جسمك هو وضعه فين. لما المستقبلات دي بيحصل فيها خلل، وده غالبا بعد أول إصابة لالتواء الكاحل، المستقبلات الحسية دي بتتأثر ورد الفعل العضلي بيتأخر. يعني مثلا تبقى أنت نازل من على الرصيف أو من على السلم أو حتى ماشي على سطح غير مستوي ورجلك تلف، بس جسمك ما يلحقش انه يظبط نفسه، وبالتالي يحصل عندك تمزق والتواء في أربطة الكاحل، واحيانا كمان ممكن تقع.